ده انت خليت بيا، طب خلاص يلا مش مشكله، حصل خير حبيبي، يلا لعله خير. التوقع هو قلب كل معاناه. expectation is the root of all heartaches. ليه بتوقع من الناس؟ لانه انا هتوقع مره هاخد على دماغي، وبعدين اتوقع تاني اخد على دماغي تاني، واتوقع تالت. طب انا محتاج اتعلم. لو كل احداث الحياه وما نواجهه اخذناها من قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لا 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 مش علينا، هنحط الدروس الاربعه ونبحث عنها، بتعمل لنا an elevated state of consciousness، بتخلي حالة الوعي بتاعتنا ترقى إلى مرتبة أكثر سموا، بتفكر من فوق مش من إنسانيتك، فبتخليك تبص للأمور من فوق على مستوى ربنا عاوز يعلمني إيه عن ربنا، عن الحياة، عن الناس، وعن نفسي. إن أنا متعلق بأشياء، إن أنا متعلق بإن الناس تبقى عند حسن ظني بيها. لا، الناس كل واحد عنده تركيبته النفسية، كل واحد عنده أولوياته، كل واحد عنده مخاوفه، كل واحد عنده رغباته. تركيبته النفسية مختلفة عن كل التركيبة النفسية عند حد تاني خالص. فمحتاجين نتعلم عن تركيباتهم النفسية، فنعرف إن الراجل ده تركيبته النفسية ممكن يتضغط عليه ويخلى بيا. توقعت منه، اتضغط عليه من منطقة يمين ولا شمال وخلي بيا. ثانك يو. ادي درس اهو، ان لما اجي اتوقع حاجه من حد احط بلان بي. لو عايز انسي دي فعلا انسي دي، حط بلانات بحيث انه ده يعلمنا لنرقى، فنقوم نبقى في حاله من السلام. ايه ده انت خليت بيا، طب خلاص يلا مش مشكله، حصل خير حبيبي، يلا لعله خير، يلا هشوفك بكره، واروح انا اعمل بقى بلان بي بتاعي وخلصنا. هتلاقي ان انت الحياه ماشيه في سهوله ويسر، والدنيا ما فيهاش كلاكيع مصر يعني.